أعلن العبادي غزوته التي أعلن عنها وهي تحرير الموصل. خرج أو هجر من البلد 1,250,000 موصلي، وهم كلهم من العرب السنة، ثم أخذوا إلى أشبه بالمعتقلات السرية التي لم يسمح لأي واحد من هؤلاء المواطنون أن يظهر على وسائل الإعلام. أنا أستقصي هذه الأمور. المعتقلات التي بنتها الأمم المتخاذلة خارج مدينة الموصل وأحكمت السيطرة عليها واستوعبت هذا العدد، لم نرى أحدا من هؤلاء المواطنون يخرج على وسائل الإعلام ويخبرنا ماذا حدث له بالضبط. إذن هو لم يخرج نتيجة تحرير. شكرا لكم المشاهدين، فرحة العوائل اليوم في حي الأمن والقاهرة اللي تم تحريرهم بالكامل على أيدي جهاز مكافحة الإرهاب كاعتقاد القاهرة والأمن والمصارف على يد أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وهذا شوفها الاستقبال الأهالي لقطاعات إن شاء الله. يعني جاي تشوفون فرحة العوائل اليوم بعد دخول أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. إن شاء الله إن شاء الله. هناك وراء الحكمة ما وراءها، هناك تخطيط، وهناك جاء وقت التنفيذ، وهناك تدبير قديم في هذا الموضوع، وهو عملية تهجير سكان الموصل تمهيدا لإحلال قوات جديدة ومكون جديد داخل الموصل. وهنا يأتي دور ما تفضلت به، وهو ما يسمى بالحشد الشيعي. هذا الحشد الشيعي هو عبارة عن استنساخ أو نسخة من مصغرة من الحرس الثوري أو من قوات البسيج الإيرانية التي تم